يا ترى مسلسل ملكة الاحتيال هو العودة المنتظرة القوية لبارك مين يونج في 2025 ولا كان مخيب للتوقعات؟ ده اللي هنعرفه في ريفيو النهارده. مسلسل ملكة الاحتيال بيتكلم باختصار عن نصابة محترفة وذكية جدا عندها القدرة الخارقة على قراءة الناس وخداعهم والتلاعب بعواطفهم بكل ثقة. بنشوف من خلال عمليات النصب اللي بتحصل في الحلقات إنها مش مجرد نصابة عادية وتقليدية بتعمل ده عشان تاخد فلوس من الناس، لكن كل عملية بتحصل بيكون ليها هدفين. الهدف الأول مساعدة شخص ما، والهدف التاني إنها نقطة أو قطعة في بازل بتتكون عشان تقدر توصل لهدفها النهائي، وهو الشخص اللي بتطارده من وهي طفلة. بيساعدها في الفريق شخصين: جيمس خبير تنكر وتمثيل ويقدر يعمل أي شخصية بيشوفها، وجوهو المهندس اللي بيخطط في معظم الوقت وبينفذ بإيده معاها في معظم العمليات. المسلسل ذكي جدا ومعمول باحترافية شديدة اللي المفروض بتميز النوع ده من الأعمال. فالمسلسل بالنسبة لي كان شبه استعراض عضلات منها عشان تبروز أكتر من شخصية وتبروز أكتر من شكل درامي ممكن يظهر في عمل واحد: كوميديا، رومانسية، حزن، انكسار، ضعف، وذكاء وسيطرة بشكل مبالغ فيه. هو في النهاية مسلسل لذيذ وخفيف تقدر تتفرج عليه عشان تستمتع بمنتهى البساطة، لكن طبعا المسلسل فيه مشاكل. أنا أبسط مشكلة ممكن أتكلم عنها هي إن دور البوليس عموما معاهم يكاد يكون معدوم، يعني هو ما تمش مطاردتهم أو حتى ملاحقتهم بأي شكل ما من أول حلقة لآخر حلقة، مفيش. فده بالنسبة لي غريب. النوع ده بيعتمد عموما إن يكون في طرف ما بيمثل القانون، بيمثل البوليس، عشان يحصل التوتر تقليدي في الجونرا دي. لكن أعتقد إن هم تغاضوا عن النقطة دي عشان هم الأبطال الثلاثة كانوا بيلعبوا الدورين، دور البوليس ودور النصابين في نفس الوقت، وده اللي هيتفرج على المسلسل او اللي اتفرج عليه هيبقى فاهمه. وتقييم المسلسل ده 8.5 من 10. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش برضو تدعمونا بلايك، بكومنت، بشير، باي حاجه من الحاجات الحلوه دي. واستنوني في ريفيو من الريفيوهات المتاخره كتير جدا برضو عشان سلسله السينما والحلم اللي اتمنى ان انتوا تتفرجوا عليها برضو وتقولوا لي رايكم فيها. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.